طيب حساسية الأطفال زادت دلوقتي في المجتمع. هل يا ترى علشان يعني التكييفات أو التراب أو البرفانات أو إيه اللي بيحصل للطفل علشان يتأذى في الحساسية دي؟ تمام. هو اولا الحساسيه، زياده الحساسيه دي لها وجهين او نوعين. النوع الاول انها زياده حقيقيه، يعني فعلا اعداد الاطفال المصابين بالحساسيه الصدر او الحساسيه عموما زادت. النوع الثاني زياده وهميه اللي هي بيسموها الاكتشاف. يعني احنا قبل كده ما كناش بنكتشف كل الحالات اي قبل كده زمان. فكان الحالات النون اللي معروف انها عندها حساسيه صدر مش كتيره، بس لا هي موجوده كتيره في المجتمع، بس تشخيصها هو اللي مش باين. دلوقتي في وعي طبعا عند الامهات، وطبعا الحمد لله الطب بيتقدم على طول كل مره، كل الزمن ما يعدي، فبالتالي بنلاقي ان الزياده بيبقى سببها اكتشاف الامراض، التشخيص، ان انا بشخص اكتر فبالتالي بتاكد اكتر. طب هي الزياده بقى الحقيقيه، الاطفال ليه زادوا اصلا في معدل الاصابه؟ هو في كذا سبب. اول حاجه العادات الخاطئه زي ما حضرتك تفضلت كده وقلتي، التكييفات باستمرار، ما فيش صيانات للتكييف، بيبقى الهواء بتاع الفلتر نفسه بيبقى ملوث. الصيانه الدوريه للتكييف دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه العادات الخاطئه، يعني برضو من ضمن الحاجات الغلط الاكل، المواد الحافظه الكتير، الحاجات دي برضو بتاثر على الجسم عموما وعلى المناعه بتاعته واستقبال الاطفال للامراض عموما. الحاجه الاهم بقى ان حساسيه الصدر اصلا معظمها او جزء كبير منها هي مرض وراثي، يعني جينات، مش شرط يتورث. يعني مش شرط ان انا ابني عنده حساسيه يبقى انا عندي حساسيه، لا، او انا عندي حساسيه يبقى ابني هيجي له حساسيه، لا، هي مش كده. هو بيبقى جينات معينه، في حاجه اسمها جينات سائده وحاجه اسمها جينات متنحيه. يعني ممكن انا يبقى عندي الجين الوراثي بتاع حساسيه الصدر بس ما انقلوش لابني، وممكن يبقى عندي جين متناحي مش باين عليا وانقله وهو يبان عليه. فهو ده اصلا تقريبا 80% من حساسيه الصدر بيبقى وراثي. 20% من الباقيين العادات الصحيه الخاطئه اللي احنا قلنا عليها، عدم الاهتمام بالصيانات التكييف الدوريه، الخروج مثلا مبكرا لو الطفل في الشتاء او في وقت تقلب الفصول، دي اكتر وقت اصلا بيبقى فيه حساسيه صدر، من الربيع للخريف وهكذا. يعني في بعض العادات برضو الخاطئه عندنا، ان الطفل بينزل بدري الصبح، اول لما ينزل يستنشق الهواء الساقع من غير ما نعمل اختلاف في الحراره. يعني الطفل يتعرض من هواء الدافي المقفول لهواء ساقع مره واحده، ده اول عامل بيزود الاصابه، او ان هو بيبين النوبه بتاعت الحساسيه بتكرار. يبقى دي نصيحه لازم نعرفها ونتجنبها، ان احنا لازم يبقى في تغيير مفاجئ في الحراره. نفس الكلام بقى في الصيف، ما يبقاش فيه تغيير مفاجئ في الحراره ويبقى اختلاف تدريجي. الصيف بقى بيبقى فيه ايه؟ تكييفات والمراوح، برضو نفس الفكره، نفس المبدا. لو انا طفل او حتى كبير قاعد في جو دافي ودخل في التكييف مره واحده هيتعب، يبقى ده اختلاف مفاجئ طبعا. او العكس، يبقى انا قاعد في تكييف اطلع في الحر مره واحده، ده اختلاف مفاجئ في الحراره. يبقى برضو النصيحه بالتالي يبقى في تدريج. انا لو قاعد في تكييف يبقى لو حبيت اطلع بره اقفل التكييف، اغير الجو الاول بحيث ان انا اطلع من هنا لهنا بتدريج، والعكس صحيح.